يوم الجمعه يوم اجازتي، فدايما بحب اعمل انا الفطار بايديا في البيت للاولاد. تعالوا اقول لكم عملت الفطار ايه. الفطار بسيط جدا وجميل، تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه عملت طبق بتنجان، ومكونات الخلطه بتاعته فلفل رومي، فلفل اخضر واحمر حار، وفصين توم ومعلقه ملح، ونزلت عليهم بشويه خل وسنه كمون. وكده يبقى انا عملت الخلطه بتاعه البتنجان. جبت بقى طبق البتنجان، رشت عليه شويه طماطم ونزلت عليه بالخلطه، وطلع زي الفل. بعد كده جبت طبق حطيت فيه خرطة جبنة دوبل، هرستها. بعد كده نزلت عليها بشوية فلفل رومي. بعد كده نزلت عليها بطماطم وقلبتهم مع بعض كويس، وبقت زي الفل. نيجي على اللي بعده، نعمل أهم حاجة في الفطار، طبق الفول. طبق الفول بتاعي بحط عليه ملح، وبعمل له شوية طحينة حمراء. الطحينة الحمراء أهم شيء ننزل عليها بشوية زيت عشان نحلها شوية ما تبقاش تقيلة. ننزل عليها بالفول. بعد كده نص ليمونة وشوية الزيت حار اللي هيخلوا طعم الفول حلو قوي. نقلبهم، يبقى احنا كده جهزنا طبق الفول. بعد كده قليت